يدسسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال سياسة. هذا بيت العبول علي المعري. قال لك شكون ينطبق عليه في تونس؟ ينطبق على السياسيين الكل بما فيهم أنت الكل. باهي. طيب أين يمكن أن يكون إبراهيم القصاص مستقبلا في أي عائلة؟ كان رجعوا لي لأن تو الرخصة نتاعي تقريبا كان رجعوا لي رخصة نكون كان في كرسي اللواجه نتاعي. وعلاش يفكوا؟ يزي علاش يفكوا؟ مانيش عارف. هاي تو نحوها غادي. أنا مشيت للسيد الوالي غادي وأنا نشوف. قلت له جمدها لحد ما نكمل المجلس التأسيسي. ما هو قال لك شنو كارهها. هي كارهها. ماني جيت للمجلس نلوحها أنا ماني كارهها. وبعد المنشور وقت اللي عرفنا قال لك ممنوع الكريه بعد المنشور. استرجع. ما استرجعتهاش. قلت للسيد الوالي جمدوها لحد ما نخرج من المجلس التأسيسي واعطيني امتيازي يا اخي ويزي. لان هذه السياسه كلها شفتها الميتين على الناس وتتعارك. ندمت ابراهيم؟ مش ندمت. كليت الهواء. مش ندمت. يا ريتني ما جيت. حتى اللي يسوى ما يسواش يستبيع عرضي ويستبيح امي وباباي. نعلة الله على الكراسي وعلى الفلوس وعلى البرستيج وعلى كل شيء تفكر فيه. اللي واحد يسب لي امي ولا باباي ولا يستبيع عرضي قال شنو؟ قال لك شخصيه عامه. ليه عمي في عيوني. اللي امي وباباي يسب عندها 30 عمه يطلع 40 عمات. يجي واحد الله اعلم على فصله واصله وفصله ويسب لي باباي واني ساكت. قال لك كرسي عمي في عيوني. كان نزيد نجيه هالبلاصه كرهتهم لا نعرف نكذب ولا نعرف نتاجر ولا نعرف نقاني الكلام زي الياجور. والله هذاك هو يا اخي. اذا تشوفني المره الجايه اضربوني بكرتوشه. لعنه الله على كل الكراسي السياسيه. اذا واحد يتجرأ يسب لي امي عمرها 85 عام واذا واحد يستبيع عرضي وعرض اولادي بدي يتسارق وكلب وانتهازي وبيوع واحد. ليش شخصيه عامه عمي في عيوني. لطف عليك. عمي في عيوني يعني نعمل. لان امي وباباي تفتفتهم بسب العباد. ندخل للفيسبوك تلقاها التجريح الله اعلم. مو شكرا في دينكم جي قصاص المجلس. مو شكرا عندكم. اما نجي شعري مقلوب وعيوني واتكلم بالفرنسي قبلتوني. تونس مش ملككم. جدي حرر شبر منها. يزم الخلطات الكل بدات بربوات وانتم سراق اوباش قتله. منو دمرها تونس من 56 تو نعم نعرف. مخلوقات من كواكب اخرى جاوا دمروا التنميه في تونس سوقوا البلاد وقتلوا العباد. برا فتشوا تطلعوا من جدودكم من جدني. احنا ساكنين في الجنوب شادين عليكم الهم والغم باش تعيشوا انتم ملوك هنا. معمرين لكم بالربع الغالي ساكنين في الصحراء مع الهوايش باش انت سدادكم تعيشوا في الوتله 5 نجوم وعلى البلاجه هنا. حتى احنا تابعين تونس وما تخلونيش انا نفسي امها تونس. فهمتوا؟ ماناش عبيد عندكم احنا ولاد الجنوب راهو عايشين كيفنا كيفكم وسياد زينا زيكم وماناش عبيد عندكم وماناش رعايه عند سياداتكم. لعنه الله عليها الكراسي. كل واحد جاي يقرط في راحه ويكذب على التوانسه. لعنه الله على كسويكم وعلى لغتكم الفرنسويه والانجليزيه زاده. فهمت؟ تموت اذا قلت قال الله وقال الرسول قال ابراهيم القصاص قال كذا. كما تكذب علينا سيادتك بالفرنسا باش نفهموك. لعنه الله عليكم. والملاح يا اضلي. فهمت؟ هذه عطتها تونس. يلزم الكذب بتاعكم. دمرتونا. واحد تاجر بالدين وواحد تاجر بورقيبه وواحد تاجر بالزوالي وواحد تاجر بالشهيد وواحد تاجر بالام الشعب اللي مش لاقي ياكل في الكيب وجاي تكذبوا. تعرف امه انت وساكن التونسي في الجنوب ساكن في كيب صباطه تجيب لنا دار 4 على 4. يلزم الخلاط. والله انها حرب على الاسلام فقط. لا هي نهضه ولا هي حزاب ولا هي بلوط. مش عجبكم مواسمه محمد واحمد يسكن معاكم تونس ولا يقعدوا معاكم تونس. عرفت الناس الكل. ما تكفروا ناس وسايبوها لكم ونمشوا نهجوا. والله مانيش مسايبينها لكم اصلا. فددوني يا اخي كرهتونا في السياسه. شنو هو الشعب جاي معاكم يعني قاعد شنو هي مشكله بدات عندكم كبيره ياسر. كما يجي سوسو وفوفو يعني باش تقبلوهم. الجيه ومباركه مش معاكم. ابراهيم ومحمد ما يجيش معاكم. كما يجي سامي وناني وهادي. يلزم اصحى سامحني يا ربي. ارتاح سي ابراهيم ارتاح. اشرب الماء. فاصل مشاهدينا الكرام نعود بعده لاستكمال حلقه اليوم من صوت الشارع.